في الحقيقة لعلكم تذكرون أنه في يناير 2020 سنة قبل رحيل ترامب كانت خرجت ما سمي آنذاك بصفقة القرن أو خطة القرن، وتضمنت مجموعة من المقترحات. من بين المقترحات أن القدس تكون عاصمة لإسرائيل. انتهت هذه قضية القدس الغربية والشرقية إلى آخره، الغربية لإسرائيل والشرقية للفلسطينيين، ما فيش. قال بأن القدس كلها لإسرائيل، مع أن يترك المواقع الدينية اللي تكون أيضا تحت سيطرتها، لكن يعني يسمح للفلسطينيين أن يصلوا في مسجد الأقصى، اللي أيضا سيتم تقسيمه في الحقيقة ما بين الفلسطينيين وما بين إسرائيل أو الإسرائيليين. وماذا عن القدس وعن سكان القدس الفلسطينيين؟ قال لك نبنوا لهم مدينة بجوار في ضواحي القدس الشرقية. القدس الشرقية تصبح عاصمة، أي أن القدس تصبح عاصمة كاملة للكيان الصهيوني، لكن نبنوا مدينة بجوار القدس الشرقية للفلسطينيين، نخرجوهم من القدس وإلى هذه المدينة، وهي اللي تكون عاصمتهم إذا أرادوا أن عاصمة. طيب، وماذا عن الحدود؟ قال لك أن الضفة الغربية اللي هي حوالي 20% مما بقي من فلسطين التاريخية، هذه أين توجد مستوطنات تضم لإسرائيل، وتبقى المدن الفلسطينية اللي فيها كثافة فلسطينية. هذه خطة القرن أو صفقة القرن. تبقى المدن الفلسطينية ممكن تكون مقطعة، لكن يتم بناء طرق، سواء طرق كجسور أو تحت الأرض تينال، يعني لربط المدن الفلسطينية فيما بينها، أو يمروا حتى على الإسرائيليين اللي يديروا لهم الحواجز، أي أنها تكون شبه كانتونات، كانتون هنا كانتون هناك، مدينة هنا مدينة هناك، لكن جزء كبير من الأراضي الفلسطينية، أراضي الضفة، تضم لإسرائيل. يعني إسرائيل مش فقط ادت 78%، لكن تزيد أيضا تأخذ أجزاء هائلة من 20% اللي تسمى الضفة الغربية. واللاجئين الفلسطينيين، واللي كان اتفاق أوسلو تحدث عليهم، وأنه يكون في الحديث عنهم في النهائي والحل النهائي إلى آخره، قال لك ما فيش عودة لما يسمى باللاجئين الفلسطينيين، يتم توطينهم في مدن أخرى، خاصة اللي راهم في لبنان. كاين أكثر من 1,000,000 فلسطيني في لبنان، مئات الآلاف في سوريا، عشرات الآلاف في العراق، مئات الآلاف، ملايين في الأردن. هؤلاء يبقوا وراهم موجودين، تقدم لهم مساعدات أو يتم توطينهم في بلدان أخرى. وبالنسبة للأراضي الفلسطينية اللي تكون عبارة عن كانتونات، عبارة عن مدن منعزلة، وهذه ممكن الاستثمار فيها أموال تستثمر السعودية والإمارات، وربما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يستثمرون أموالا لإيجاد وظائف للفلسطينيين، فالفلسطينيين في نهاية المطاف يريدون الأكل والشرب ليس أكثر. هذه هي خطة القرن، وكان أعلنها آنذاك ترامب. سموتريتش يريد أكثر من هذا، يريد أكثر من هذا، يريد يقول لك أن هذه الضفة الغربية اسمها السامرة، وأنها جزء من إسرائيل، إسرائيل التوراتية التي كما يتحدثون عليها في التوراة، الذي وهبها لهم الرب كما يقولون. أكثر من ذلك، سموتريتش في الحقيقة يقول لك أن الضفة الغربية هذه تحصيل حاصل، هذه أصلا أرض أعطاها الرب، والرب أعطانا أرض أكبر من هذه. ماذا أعطاكم أيضا؟ يقول لك أنه أعطانا أيضا سيناء، وأعطانا أجزاء من ما يسمى اليوم السعودية تصل إلى المدينة المنورة. يقول لك لأن كانت هناك قبائل يهودية، وأن محمد كما يقولون عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي طردهم من هناك، وبالتالي ممكن أن يصلوا إلى هناك. والحقيقة أن بن سلمان بدأ يسهل ذلك، بدأوا يبحثون عن الآثار اليهودية، في حين أن بن سلمان وحتى قبل أعمامه دمروا كل الآثار الإسلامية، يعني بيوت الصحابة، بيوت أمهات المؤمنين، مراكز كثيرة. وأين كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمهات المؤمنين؟ وما المعارك تقريبا دمروها كلها.
لكنهم يسمحون الآن للإسرائيليين وعموما لليهود بالبحث عن الآثار اليهودية هناك، مما يعني أنه كان لهم تواجد هنا، مما يعني واليهود يستندون كثيرا على الأساطير أنهم سيعودون إلى هذه المناطق. ولمن يريد أن يبحث في هذا يدخل على جوجل ويضع عنوان في هذا مثلا الآثار اليهودية في السعودية أو بهذا المعاني أو بهذه العبارة، سيجد كثير من الكوارث اللي راه يقوم بها بن سلمان في الحقيقة. بن سلمان يقوم هذا بقناعة، بالرغم أن البعض قد يشيرون أحيانا يقول لك لأن أمه اللي رباته، هو قال هذا في برنامج من إحدى البرامج مع الإعلام الأمريكي، قال لهم أنا أمي يهودية. فكان الصحفي يومها، أحد الصحفيين الأمريكيين استغرب، قال له كيف أمك يهودية أنت سعودي وأمك لا؟ قال له لا، أمي اللي رباتني يعني الخادمة، يعني البيبي سيتر أو كيفاش يسموهم، هي اللي كانت يهودية من أثيوبيا، وأنا رباتني على أشياء كثيرة. بعض الناس يقولون من ربما هي اللي أثرت فيه. في الحقيقة أنا لست مقتنع بهذا. أنا مقتنع بحاجة، هو أن آل سعود أصلا يعني في الإجمال، آل سعود في الإجمال قد استثني منهم واحد ولا اثنين، لكن حكام آل سعود هو تفكير صهيوني أصلا، استعماري استبدادي طغياني أصلا. وكانوا يخافوا في فترة معينة من الشعب السعودي ومن ما سمي من حين لآخر بالنهضة الإسلامية أو بالصحوة الإسلامية إلى آخره. لكن تغيرت الأمور وجاء الربيع العربي وشافوا بأنهم يجب أن يخوضوا حربا شاملة، وها هم اليوم العلماء والأحرار ونساء ورجال واقتصاديين وقانونيين، أي واحد يشتم فيه ريحة المعارضة يسحق ويسجن ويعذب، وبعضهم ماتوا تحت التعذيب في السجون أو ماتوا من بدون دواء أو غيرها. يعني هناك شيء فظيع يحدث في السعودية. أكثر من هذا، سموتريتش ماذا يريد؟ أجزاء شاسعة من سوريا وأجزاء من العراق ولبنان، بل يصل حتى إلى تركيا وأجزاء منها، وإن كان أجزاء صغيرة من تركيا. هذه هي إسرائيل الكبرى كما هي في ذهن، واللي هي حقيقة أكبر ب 25 مرة أو 30 مرة تقريبا من إسرائيل الحالية اللي هي فلسطين المحتلة، واللي هي رسميا حوالي 30 أو 31 ألف كيلومتر مربع. إذن بالرغم من أن هذه الأنظمة سواء المصري أو السعودي أو الأردني، لأن الأردن أيضا تروح كلها، بالرغم أنهم يعرفون هذه الخطط ويسمعون عنها ويتحدث عنها هؤلاء وموجودة في كتبهم وموجودة في كثير من مراكزهم وأحيانا يضعوها حتى على أكتاف جنودهم، إلا أنهم متعاونين معهم تعاونا شاملا، مما يعني أنهم في الحقيقة في خدمتهم لتسهيل هذه المهمة. والشعوب ستجد أنفسها، يعني هذا ملك الأردن أتوقع له أنه خلال سنتين أو ثلاثة سيهرب بعد أن يكون قدم الكثير. السيسي لا أعرف مصيره، لكن قد يكون مصيرا بائسا جدا. اليوم الأخبار تقول أن المياه تنقص أكثر فأكثر على المصريين بسبب سد النهضة، اللي هو في الحقيقة تسبب في ذهاب مياه النيل ولم يستطع مواجهة أثيوبيا المدعومة سعوديا وإماراتيا بالمناسبة. إذا نحن في هذا الوضع. سموتريتش يتحدث، وبالتالي فإن ما يطرحه سموتريتش الآن هو يتجاوز خطة القرن أو صفقة القرن اللي جات معها ما سمي بالاتفاقيات الإبراهيمية، واللي يومها أقدمت الأنظمة في المغرب والإمارات والبحرين على توقيع اتفاقيات ما سمي باتفاقيات الإبراهيمية. نحن أمام أوضاع استثنائية صراحة بكل المقاييس، لكن أنا من الذين يرون الآن أن هذا الطغيان ومجيء ترامب ودماء غزة كلها ستسرع بشكل كبير جدا التغيرات الهائلة اللي نحن على أبواب أن نعيشها في المنطقة، وأيضا التي ستمتد لنا شئنا أم أبينا، يعني نتيجة الارتباط، على الأقل الارتباط الإسلامي، ستمتد إلينا وإلى مناطقنا في المغرب الكبير وفي مناطق أخرى. نحن أمام أوضاع استثنائية. هذا التوحش الصهيوني
مجيء ترامب، خيانة الحكام، صمود غزة، هذا كلها تتلاقى هذه الأمور بالرغم أنها تتناقض أحيانا، لكنها تتلاقى لخلق أوضاع استثنائية تكون مقدمة لثورات هائلة للشعوب، وهي ترى هذا الخذلان وهذه الخيانات وضياع الأوطان. يعني عندما يقول هذا سموتريتش وغيره الصهيونية الدينية تذكر هذه الدول 6 دول أو 7 دول بالاسم، وأنها ستسحقها تماما مثل لبنان والأردن، أو ستأخذ منها مقاطع هائلة أو أجزاء هائلة مثل سوريا والعراق والسعودية ومصر، ومع ذلك هؤلاء الحكام يتآمرون مع الذي يريد أن يقتطع أراضيهم، إذا كان ما زالوا يقتنعون أنهم أراضيهم، فإن هذا لن يترك للشعوب خيارات واسعة.